يا أهلا وسهلا بيك أيها المدير المميز في الحلقة الثالثة من برنامج The Charismatic Manager. اتفقنا اللي احنا في البروجرام ده هنتدرب على 3 مهارات مهمين جدا علشان يعملوا لك بوزيشننج في مكان شغلك. أول حلقة اتدربنا على مهارة بناء الحدود، تاني حلقة اتدربنا على مهارة الوضوح، وتالت حلقة النهاردة وأجملهم بالنسبة لي هي اللي هنتدرب فيها على مهارة الحزم المتوازن أو الحزم مع التعاطف. أنا الحقيقة بطلت أقول كلمة الحزم دي وأسكت، لأن هي بتتفهم غلط. يعني في مديرين بيفهموها إن هي أكون حازم بقى، فأبدأ أبقى أجريسيف، فبيروح لأقصى اليمين، فبيكون مدير صارم مش حازم، أو بيخافوا منها أصلا، واللي أنا ممكن تبوظ العلاقة ما بيني وما بين فريقي أو مع مديري، فمش بنعملها من أساسه. علشان كده أنا دايما بقول الحزم المتوازن أو الحزم مع التعاطف، خلطة كده بتخليك واقف هنا في النص. هو ده البالانسد assertiveness. وأول ما تلاقي جملة أو كلمة المتوازن دي مربوطة بأي كلمة أو بصفة، لازم تبقى عارف إن هي فعلا ليها قطبين أو ليها اكستريمز، أقصى اليمين وأقصى الشمال. واللي انت مطلوب منك علشان تكون في الجزء المتوازن اللي انت تيجي من أقصى اليمين ومن أقصى الشمال وتبقى واقف في النص، علشان تكون المدير الحازم بشكل متوازن. طيب ايه نتيجة المهارة دي؟ ايه أهمية اللي أنا أكتسبها كمدير؟ المدير اللي عنده المهارة دي هو بيعرف يحاسب الموظف بتاعه كويس قوي من غير ما يخسر العلاقة، وبيعرف يعبر عن نفسه ويتكلم عن شغله وياخد موقف مع مديره من غير ما يبوظ برضو العلاقة. فلو مديرك طلب منك طلب انت مش حابه او عاوز ينقلك او يلود عليك في شغلك، ايا كان قرار انت مش راضي عنه وعاوز تتكلم في القرار ده، لو انت عندك الصفة دي هتعرف تتكلم بشكل حازم متوازن من غير ما تخسر علاقتك ما بينك وما بين مديرك. بالعكس ده بيقويها وبتعمل بوزيشننج لنفسك أثناء الموقف ده. طيب خلينا ناخد مثال. احنا كلنا كمديرين مفيش حد ما تعرضش للموقف اللي الموظف فيه بيغلط نفس الغلطة أكتر من مرة مع إنك نبهت عليه، أو المدير طلب منك طلب وانت عديتها مرة والتانية وبيتكرر وانت بقى اتخنقت وبقيت متضايق، فمش عارف بقى تاخد أكشن معاه مناسب، أو إن موظف دايما بيتأخر أو بيسلمك المهمة مش بالجودة اللي انت عاوزها. هي دي المواقف اللي انت بتبقى محتاج فيها تاخد أكشن، بس بتتشتت ازاي اخد أكشن من غير ما ابوظ علاقتي ما بيني وما بين الموظف أو المدير أو العميل بتاعي. رد فعلك على المواقف دي ممكن يكون واحد من اتنين. تعال نشوف الاكستريمز بيعملوا ايه. لو انت مدير متعاطف بزيادة فهتلاقي نفسك بتقول طيب ولا يهمك نعديها المرة دي، طب خلينا نخلص الشغل دلوقتي وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه، مفيش مشكلة أنا متفاهم إن أنت أكيد كان عندك ظروف أو حاجة، طب تعالى نساعد بعض ونخلصها. أو لو مع مديرك برضو بتلاقي نفسك بتعدي مش بتواجه، بتنسحب بتسكت وبتخرج طبعا وانت متضايق، انت بتاكل في نفسك. لو انت بتخرج وانت تمام يبقى انت ما عندكش مشكلة، لكن انا بكلم المدير اللي بيعمل ردود الافعال دي وبيخرج يندم او يلوم نفسه او يحس ان هو مش مسيطر. طيب هو ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان انت برد فعلك ده بتدي رسالة خفية للي قدامك ان الموقف ده accepted، ان الموقف ده تمام، ان الموقف ده متوافق عليه، فبالتالي الموقف بيتكرر والموظف بيرجع يغلط تاني ويسلم نفس المهمة مش بالكفاءة تاني ويتأخر تاني وهكذا، ومديرك بيفضل يجي عليك تاني ويطلب منك طلبات تاني وهكذا. دي النتيجة بتاعت المدير المتعاطف بزيادة. طيب أو رد فعلك التاني بيكون إيه؟ هجوم، اندفاع، بتقول له هو مفيش فايدة أبدا، هو كل شوية هنبه على الغلط ده، أنت مفيش فايدة فيك، أنت برضو بتغلط تاني. أو تعمم الغلط، يعني واحد غلط فتلاقيهم بتكلمهم كلهم، هو أنتوا دايما كده مش ملتزمين، هو مفيش حد فيكم قلبه على الشغل، فتبدأ تهاجم وتندفع. طيب بتكون النتيجة إيه؟ النتيجة هنا كسر للعلاقة،
الشخص اللي قدامك ده بتوصل له رسالة خفية بأن هو نفسه مش accepted عندك. يعني أنت بتهاجم الشخص مش الفعل. ولو مع مديرك فبيبقى فيه ندية وفيه عند، وهو بيحطك في البلاك ليست من غير أي حاجة. هنا الثقة بتتكسر. ايه اللي بيحصل للمدير اللي بيهاجم ده او الحازم بالزياده؟ انا مش بسميه حزم خالص، هو بيكون صارم، بيكون اجريسيف. اللي بيحصل هنا معاه ان الغلط او الموقف برضه بيتكرر، بس بيتكرر ليه؟ علشان يعندوا فيه او يقاوموه. فنفس النتيجه الاتنين بيوصلوا لها، ولكن الطريق مختلف. طيب هو ايه اللي مطلوب منك؟ القيادة الليدرشيب ولا بتكون جاية من سكوت أو صمت أو عدم مواجهة، ولا بتكون جاية من اندفاع. القيادة بتكون ثابتة. المدير أو القائد البالانسد اللي عنده مهارة الحزم مع التعاطف أو الحزم المتوازن ده، هو بيكون ثابت، ولا بتكون جاية من خوف إن العلاقة تتكسر أو توتر أو تشتت أعمل إيه، ولا بتكون جاية من اندفاع، بتكون جاية من حالة الثبات. طيب ده يحصل إزاي؟ يحصل لما تبدأ تتدرب على مهارة الحزم المتوازن. إيه المعادلة بتاعتنا النهاردة؟ هي مكونة من 3 أركان. أول حاجة إنك لما تواجه موقف شبه ده اوصف الفاعل، ما توصفش الفاعل. احنا ما بنمسكش في الغلطان، احنا بنمسك في الغلطة. احنا ما بنمسكش في المدير اللي بيجي عليا وبيلود عليا في الشغل وبيحط عليا، لا، انا بمسك في التاسك اللي هو حطه عليا، بمسك في المهمة، بمسك في الدور اللي عاوزني اكون فيه وهو مش بتاعي. فانا بوصف الفعل نفسه. تاني حاجة، ايه تأثير الفعل ده عليك؟ خلينا متفقين على حاجة، لو الموظف غلط أو المدير لود عليك في شغل أو عمل أي حاجة مش عاجباك وملهاش تأثير، يبقى ملهاش لازم تقف عندها أصلا. لازم الغلطة يكون عليها تأثير واضح، ده اللي أنا بوضحه. فأنا بوصف الفعل وبوضح التأثير، ولازم أحدد المطلوب. تحديد المطلوب، أنت عاوز إيه؟ عبر عن نفسك، إيه اللي مطلوب؟ ال3 أركان دول يدولك على طول بمنتهى البساطة الحزم المتوازن. تعالي ناخد أمثلة مع مديرك وفريقك وعميلك. مع فريقك الأول، الموظف عندك غلط، كرر نفس الغلطة أكتر من مرة، فأنت محتاج دلوقتي تقف، ولا تكون صارم ولا تكون متعاطف بزيادة فتكون متخاذل. أنا عاوز أكون حزم متوازن، فهعمل إيه؟ هوصف الفعل. يلا، التقرير يتسلم غلط، مش انت، او التقرير يتسلم متاخر، ايا كان، مش انت غلطان، مش انت متاخر، لا، التقرير فيه غلطه، انت مش انت حصل تاخير النهارده في على المواعيد، التقرير ما طلعش زي الكفاءه او الجوده اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، وده أثر بالسلب على كفاءة العمل كله، ده أثر بالسلب على ميعاد تسليم المهمة، ده أثر بالسلب إن خلينا نتأخر على الاجتماع بتاعنا. مطلوب من حضرتك إنك تعيده كذا كذا كذا، اللي مطلوب إنك تعمل كذا كذا، اللي مطلوب إنك المرة الجاية ما تتأخرش بالطريقة الفلانية. أنا بقى كحنان بضيف نقطة رابعة في حالات معينة، ألا وهي الأكشن اللي هيتاخد. أنا مش هفضل طول حياتي قاعدة بنبه على نفس الغلطة، لا، في أكشن بقى لازم يتاخد، وده في حالة اللي أنت عملت المعادلة دي مرة واتنين، المرة التالتة لازم تضيف أكشن. يعني لو أنت ما التزمتش بالموضوع ده، فالمرة الجاية هيحصل أكشن كذا. أنت كده كان بقيت حازم متوازن، ولا صارم ولا متعاطف. فالمرة الجاية ما تتشتتش لما فريقك يتأخر أو يغلط أو يعمل المهمة مش بالكفاءة اللي انت عاوزها. انت بقى معاك 3 أركان واضحين هترتب بيهم كلامك بمنتهى الهدوء. انت عملت كذا، وده أثر علينا بالسلب كذا، والمطلوب منك انك تعمل كذا، وخد بالك المرة الجاية لو ده ما تنفذش فللأسف هنضطر ان احنا يبقى فيه أكشن معين هيتاخد وهو كذا. انا كده ما خسرتش العلاقه، لان انا ما جيتش جنبه هو، انا ما عنفتوش هو. لو تاخد بالك انت وضحت، وصفت، وطلبت بمنتهى الهدوء، بعدت عن الشخص تماما، وهو ده
الاسرتفنس، اللي انت تكون قائد حازم متوازن، اللي انت تقول الكلام الصعب اللي انت قلقان او خايف انك تقوله، ولكن تقوله بطريقة او باسلوب ما تخسرش العلاقة، وفي نفس الوقت تعمل تعديل للسلوك علشان تبقى انت فعلا مدير مؤثر، مش سايب الدنيا ماشية وخلاص بتهدر حقك او بتهدر حق الشغل. طيب مع مديرك تعال نجيبها في ان هو بيلود عليك في تاسك معين. اوصف المطلوب. دلوقتي انا مطلوب مني مهمة زيادة في شغلي، وده هيأثر على جودة الشغل الحالي اللي انا بشتغله، مش هتطلع بالكفاءة المطلوبة لان هو محتاج مني تفكير اكتر ووقت ومجهود اكتر. فالمطلوب اللي احنا يا اما تديني مساحة اكتر، او اهولد المهمة اللي عندي، او ممكن نسلمها لحد تاني يعملها، وهكذا. طب لو مع العميل بتاعك مثلا وانتوا بتتكلموا في موقف معين وهو قاعد بيطلب طلبات زيادة أو بدأ يسحبك لشغل تاني مش شغلك أصلا أو أيا كان، فأنت محتاج تكون هنا حازم. فدلوقتي اللي الطلب تعليم تنفيذات أو تعليمات أو أي تاسكات زيادة، وده هيأثر على ميعاد التسليم للبروجكت بتاع حضرتك، فالمطلوب اللي احنا نعمل كذا كذا كذا. اللي يريحك بقى حط بقى حدودك وحط التاسك بتاعك او الاوفر بتاعك او ايه اللي ملائم بالنسبه لك. انت كده بقيت مدير حازم متوازن. وخليني اقول لك حاجه مش قادره ما اقولهاش، لان انا اللي يعرفني او متابعني بقاله فتره وعارف انا بدرب المديرين على المهارات القياديه والاداريه، فانا بدربهم على مبدا كده معين، وهو ده الاختلاف اللي ما بيني وما بين اي مدرب اداره او قياده تاني، اللي انا بعتمد على الليدرشيب سايكولوجي، يعني بدخل علم النفس في القياده. ليه؟ لأن أنا مؤمنة إن علشان أكون مدير متوازن وقائد مؤثر أنا لازم أكون متوازن مع نفسي أنا من جوايا الأول. لازم هضيف بعد نفسي مش قادرة ما اضيفوش. أنا ما ضفتوش في الحلقة الأولى ولا التانية لأن الموضوع لما بدخله بياخد يعني وقت كبير جدا، وأنا كنت مركزة إن الحلقات تكون صغيرة فتقدر اللي أنت تسمعها براحة وبهدوء من غير ضغط. ولكن في جزء الحزم المتوازن ده تحديدا لازم تكون عارف ان اللي بيحرك المدير يخليه يسكت او ما يردش هو نابع من خوف جواه، هو خايف انه يكسر العلاقة دي، وامانه او هو باني ان انا كده اكون تمام واكون صح والهوية بتاعتي تكون مطمنة طول ما انا اكسبتد من اللي حواليا. فطول ما انا مقبول من اللي حواليا وبيقولوا لي انت مدير طيب، انت صاحبنا، احنا بنحبك، هو بيحب الحته دي قوي ودي الكومفورت زون بتاعته، ده امانه فبيفضل فيها، وهي دي اللي بتحرك قراراته كمدير. علشان كده لو قعد يتدرب من هنا للسنه الجايه ازاي يكون حازم من غير ما يشتغل على جزء الخوف اللي جواه ده الاول، مش هيعرف يطبق. وهو ده اللي انا دايما بتعامل من خلاله او بدربك من خلاله، لان انا عارفه كويس قوي ازاي اللي انا ادي لك كل خطوات التواصل الفعال والاقناع والذكاء العاطفي، بس لو انت من جواك في مخاوف، في احكام، في اولد ستوريز، قصص قديمه عندك، مش هتعرف تطبق. فلازم ندخل جوانا الاول ونظبط الجزء النفسي اللي جوانا علشان يقدر اطبق الجزء العملي من بره. وانا دايما بقول ان الجزء العملي ده اسهل ما يكون، يعني ان انا اديلك خطوات عمليه دي اسهل حاجه، لكن التطبيق بتاع الخطوات العمليه دي واللي انت تبقى في الموقف نفسه ففعلا تطبق اللي انت عايزه او اللي انت عارفه ان هو صح، هي دي نقطه الصعوبه. لان انت عندك جهاز عصبي وعندك افكار وعندك مشاعر، كل الحاجات دي بتاثر فيك، فالمعلومه وحدها لا تكفي. ده مبدئي في تدريب الاداره والقياده. برضو المدير التاني الاجريسيف الصارم اللي بيندفع هو برضو جواه مخاوف وهو مضغوط. ليه؟ لان هو بيتحرك من ناحية هيبتي وصورتي ومكانتي وانا كده مش هبقى مسيطر، فخوفه من ان هو ما يكونش مدير مسيطر بيخليه يدخل على طول ان هو يندفع ويبقى عصبي ويبقى اجريسيف في الكلام. ايه اللي مطلوب من حضرتك؟ اللي مطلوب من حضرتك اللي انت تاخد بالك كويس قوي انك ادام بقيت في منصب مدير، فانت محتاج اللي انت تشتغل الاول على
جهازك العصبي هو بيخاف من ايه، بيدخل في وضع التهديد منين، لان ده اللي بيحرك قراراتك. ولما تهدي الجزء ده تبدأ تاخد الخطوات بقى الزتونة بتاعت المهارة دي، هتطبقها بمنتهى السهولة. فأنا الميثود بتاعتي دايما في تدريب المديرين هي behind the behavior، هي دي اللي بقوم عليها كل برامجي التدريبية. قبل ما اجي اديلك الخطوات، لا تعالى هقولك الاول، هو انت اصلا بتتصرف كده ليه؟ ايه اللي جواك بيخليك تتصرف كده؟ ولما نتشافى ونتعالج ونعدي الحتة دي، نبدأ بقى ناخد الخطوات بمنتهى السهولة. علشان كده انت دلوقتي اقدر اقولك اللي انت معاك 3 مهارات ب3 معادلات بمنتهى البساطة، تقدر من بكرة تتدرب عليهم وتبدأ تطبقهم في شغلك وتشوف التأثير بتاعهم. ودي أول لاير، دي الأويرنس لاير، مرحلة الوعي. لو انت قررت انك تدخل في مرحلة اعمق كمان، اللي انت تاخد خطوات عملية اكتر وتفهم نفسك اكتر علشان وقت الموقف نفسه تعرف تكون ثابت وتتصرف صح، فانا انصحك انك تبدأ تاخد الباندلز بتاعت شهر مارس. هي في شهر مارس بس، ده اخر ميعاد ليها، وبعد كده هترجع تاني كل بروجرام منفصل لوحده. لكن انا لغايه يوم 31 مارس مجهزه لك 3 باندلز. اول باندل هي السيلفر باندل، دي الباندل الخفيفه، فيها 2 تحدي. تحدي الثقه، وده اللي هيخليك تقف جوه الموقف بتاع النقد والاعتراض والرفض، وتشوف هو جهازك العصبي انت هتموت وتقول الكلمه دي، لا انت مش قادر، او لا انت في حاجه من جواك هزاك وعاوزك تنسحب، لا اثبت. تمرين هيكون في دماغك ب3 خطوات تعمله على مدار 60 ثانيه، تثبت وتعرف تاخد الرد الفعل اللي انت ترجع تكون فخور بنفسك. ايه ده، انا رديت مظبوط زي ما انا عاوز ارد. ده تحدي الثقة. وفي تحدي كمان سبارك يور فويس، ازاي كلامك يكون واضح، وازاي تفهم عقل اللي قدامك وتسمعه الكلام اللي هو عاوزه، فيكون كلامك واضح اكتر بخطوات عملية. دي السيلفر باندل. وفي بقى الجولد باندل. الجولد باندل دي هي الأحب إلى قلبي برضو، لأن فيها رحلتين من أقوى رحلات 2025. يعني انت مش متخيل الرحلات دي كانت مؤثرة قد ايه في حياة المديرين، سواء حياتهم الخاصة أو العملية. فيها برنامجين. أول حاجة رحلة الانضباط، وهي دي اللي بتخليك بقى بحر الأفكار ده اللي انت عمال تفكر فيه وتعيد اللي فات واللي جاي، وازاي توقف الافكار دي كلها، لان هي بتاثر عليك جدا. ومشاعرك كمان اللي بتاثر عليك، الصبح انا مودي وحش مش عارف اشتغل، كلمه تتقال من مديرك تقفل لك يومك، موظف تلاقيه عندك او بيقامك ما تبقاش عارف تشتغل مظبوط. دي رحله الانضباط، عبارة عن 15 يوم بأوديوهات كده وشيتات تطبيقية، تعرف تكنترول أفكارك ومشاعرك ومودك وسلوكك، فتطلع المدير المنضبط من جواك الأول. ومعاها كمان Save Your Energy Bootcamp، معسكر الطاقة اللي احنا كنا عاملينه في شهر رمضان، بيخليك تفهم ازاي طاقتك دي بتستنزف، وازاي توقف الاستنزاف، وازاي تحط نفسك كده جوه بابل، فالكلام السام والسلبيات اللي حواليك ما تأثرش فيك، لان انت عارف تحافظ على طاقتك، بتفصل، مش كل حاجة بتدخل جواك وتتفاعل معاها، فبتعيش الهدوء والسكينة. ودلوقتي المديرين بقى معاهم 3 شتات خطة كده للطاقة بتاعتهم شغالين عليها. ونيجي بقى لأكبر باندل، وهي الدايموند باندل. هي فعلا باندل مسية، لأن فيها بقى المهارات الأدفانسد، مهارات التواصل الفعال، مهارات الإقناع، واللي فيها بتعرف تتواصل مع نفسك أنت الأول، وبعدين إزاي تقدر تستخدم لغة الجسد بتاعتك، وإزاي تعيد ترتيب كلامك، وإزاي تفهم اللي قدامك فتتواصل مع الفريق وتتواصل مع المدير as a leader، كقائد متزن عنده حضور ليه طلة. الإقناع نفس الكلام، هتبدأ تفهم التحيزات النفسية، لأن علشان تقنع اللي قدامك أنت لازم تفهم دماغه، فبمجرد أن هو يتكلم أنت بتاخد إشارات كده منه سيجنالز، وبتبدأ تعيد صياغة كلامك بناء على كلامه هو، فتبدأ الفكرة تدخل ترشق كده جوه عقله. المديرين خرجوا كلهم لما بدأوا يطبقوها، لا المدير ده كان صعب جدا، بس أنا فهمت إن هو عنده تحيز المصلحة، فدخلت كم كلمة في كلامي، ودي احنا بنتدرب عليها بسكريبتس كده، المدير وافق. نفس القصة مديرها
هي حاولت تقنعه اكتر من مره بنفس الفكره، كان رافض تماما. لما بدات تدخل التحيزات في الموضوع اللعبه اتقلبت. ليه؟ لان هي بقت بتتكلم بلسانه، بقت عارفه هو هيقتنع ازاي، فبقت بتصيغ كلامها بالطريقه دي. دي مهاره الاقناع. فلو انت قررت انك تعدي من الاويرنس ليفل، من السيرفيس ليفل، الطبقه الوعي السطحيه اللي هي تقدر تحركك، على فكره يعني لو حتى انت ما اشتركتش في الباندلز خالص، قوم طبق بس المعادلات اللي احنا اتفقنا عليها هتلاقي تاثير. لكن لو انت قررت انك تعمل كولابس للتايم، يعني توفر وقت ومجهود وتجربه وخطا وتدخل في الجزء الاعمق، ادخل في الباندلز بتاعت مارس. ابعت لي على الواتساب والفريق عندي هيبعت لك كل التفاصيل الباندلز علشان تشوف ايه الانسب لمرحلتك، عشان مهم قوي انك تختار اللي انت محتاجه فعلا، عشان لما تاخده وتبدا تطبق تلاقي تأثير فعلا في شغلك، فتحس قد ايه انت كل التعب والارهاق وعدم الراحه والصعوبه في التواصل والصعوبه في الاقناع اللي انت كنت بتقابلها، لا انت معاك دلوقتي خطوات عمليه عارف تنفذها من جواك بمنتهى الاريحيه. طريق الإدارة مش طريق صعب، ولا كونك إن أنت مدير دي حاجة كلها ضغط وتوتر زي ما احنا فاكرين. لا، أنا دايما بقول إن في طريق سهل للإدارة تقدر تمشيه، ولكن لازم تدير نفسك الأول وتكون متوازن مع نفسك الأول علشان تقدر تعبر عن رسالتك وعن هدفك دي بمنتهى الهدوء واليسر. واشوفك على خير يا مدير ان شاء الله. لو انت لسه ما اشتركتش في جروب التليجرام، ده جروب فور فري للمديرين المميزين اللي زيك اللي بيحبوا يشتغلوا على نفسهم طول الوقت، ابعت لي في الكومنت تليجرام وانا هبعت لك اللينك، او هخلي حد من الفريق يبعته لك وتبدا تدخل فيه، لان هتلاقي في عليه ورش عمل كتير، وهتلاقي عليه كمان تفاصيل البرامج بتاعتي كلها، تقدر تشوف ايه الانسب ليك وللتحدي اللي بتقابله دلوقتي. وبالتوفيق دايما يا مدير.